خطوات سهلة وبسيطة جدا للمبتدئين لتدريج الشعر واللحية وتضييع الخط. تابعوا الفيديو كامل، لا تنسوا تعملوا لايك ويلا نبدأ. طبعا احنا بدأنا في نمرة 2 وهسه عم نعمل نمرة 0 لهي المنطقة. طبعا نمرة 2 واضح على داير الشعر، حتى يقدموا الفيديو مختصر نسيت اصور وانا بعمل نمرة 2 في الماكينة. المهم نمرة 2 على داير الشعر، بعدين نمرة 0، بعدين في نمرة 1. هسه عم نشتغل في نمرة 1 تحت النمرة 2 وفوق الزيرو بهذا الشكل. بركز على الخط فوق الخط بشوي، يعني احنا بنتابع الخطوات خطوة بخطوة ويكون النمر متناسق. بعد ما عملنا في نمرة 1 هسه نجيب نمرة نص وبنركز على الخط وبنطلع اشي بسيط يعني فوق الخط في نمرة نص، ما بنطلع لفوق كثير لحتى ما يطلع معنا خط جديد. بنعيد مرة مرتين وثلاث لحتى نتأكد انه شلنا كامل في نمرة النص بهذا الشكل. بنلاحظ انه الشعر بلش يندمج والامور جدا سهلة وبسيطة، لكن خلي حركة ايدك خفيفة وخلي تناسق النمر ما تطلع دخل النمر في بعضها لحتى ما تضيع بين النمر ويطلع عندك خطوط وما يندمج معك الشعر. طبعا هسه احنا بنشيل مشط النص ونحط نمرة اقل من النص تقريبا ربع، وبنركز على الخط وبشكل خفيف جدا ما بنضغط ايدنا على الماكينة لحتى نشيل الخط الخفيف البسيط، وهيك بنكون ندرج الشعر. طريقة تدريج اللحية طبعا مثل تدريج الشعر، نبدأ بالنمرة اللي أعلى بعدين بنطلع لفوق. هسه أنا راح أبدأ في نمرة 2 مثل لما أبدأ بالشعر نمرة 2 بدي آخذ لهي المنطقة. بشتغل كل منطقة لحال لحتى ما أخربط وياخذ مني وقت كثير، يعني بركز على هاي المنطقة وبحفظ النمر اللي اشتغلت فيها وبطبق على الجهة الثانية. هسه نمرة 2 من هاي المنطقة، حسب التدريج اللي أنا بدي أنازل لتحت، بدي بس المنطقة هاي بقلب الماكينة. هسه بجيب نمرة 1 بطلع لفوق شوي عن نمرة 2 راح يظهر عندي خط في المكان هذا. هسه راح اكسره في 1.5 برجع الجير لورا، يعني امور جدا سهلة. اهم شيء اني احافظ على المسافة بين النمر. هسه بجيب نمرة نص، اذا ما عندي نمرة نص برجع الجير لورا على النص. أنا عندي نمرة نص بطلع لفوق الواحد شوي. أنا طبعا عامل كسحة زيرو، هسه كمان راح أصفر من فوق. هاي نمرة نص، إذا نزلنا لتحت برجع الجير شوي حتى آخذ نمرة أعلى ما يفتح عندي خط جديد. هسه برجع الماكينة على زيرو على الآخر، بشيل المنطقة هاي بدمجها مع الشعر. هيك بتكون درجة اللحية معنا بكل سهولة. طبعا نفس الخطوات على الجهة الثانية. بإمكاننا إذا بدنا نخفف أكثر نمرة 1 نقلب النشط إذا في شعر واقف بالشكل هذا، برجع الجير شوي إذا في شعرات هيك على الخفيف. بعدين إذا الشعر طويل بنحدد بالماكينة، بعدين بالشفط. وهيك بيكون التدريج 100%. بالخطوات هاي بندرج اللحية. بنتابع طبعا احنا تحديد اللحية. طبعا انا ما شرحت عن هذا الموضوع لان نزلت فيديوهات سابقة وشرحت عن طريقة التحديد خطوة بخطوة، كيف نمسك الموس وكيف نحدد اللحية زاوية ولف، ولكن حبيت اني اوصل المعلومة بشكل مختصر وسريع كيف نبدأ تدريج اللحية ومن وين بنبدأ. لأنه في ناس كثير ما بتعرف، يعني بتتلبك لما واحد بيجي زبون بده يعمل لحية تدريج أو بده يبدأ تدريج الشعر، فبتلبك ما بيعرف من أي نمرة وكيف وبيضيع وفوت النمر بعضها. ولكن الأمر سهل وبسيط جدا. تبدأ في النمرة الأعلى بعدين بتنزل للواحد، يعني تبدأ في 2 1 نص 0 بالشكل هذا، بعدين بتضيع الخط وبتحفظ المسافة. بتركز وانت بتشتغل على جهة واحدة وبعدين بتخلصها كامل وبتنتقل للجهة الثانية عملية نسخ ولصق. يعني انت بتحفظ النمر وين اشتغلت بالنمر، نمرة 1 نمرة 2 نمرة نص، وبتطبق نفس الخطوات على الجهة الثانية، وهيك ما بتضيع وبتخلص بسرعة وبتختصر كثير من الوقت. يعني ما بتشتغل الطرفين مع بعض، كل طرف لحال. بعرف اني لي زمان ما نزلت فيديوهات ولكن كنت مشغول شوي، لكن هاي الفترة ان شاء الله راح ننزل فيديوهات كثيرة. اتمنى دعمكم لهذا الفيديو لحتى نتشجع ننزل فيديوهات اكثر. واللي عنده اي سؤال اي استفسار وهي النتيجة الاخيرة يشاركنا بالتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.